ده الكسكسي يا جماعه. جامد جدا بدون مبالغه، ده احلى كسكسي اكلته في حياتي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير بتقول لي ازاي يا أزوزة تقول على نفسك احسن واحد بيعمل فلوجات عن اسكندريه ولسه ما صورتش فلوج عن الشيخ وفيق. اديني جيت اصور فلوج عن الشيخ وفيق، يلا بينا. يا جماعه ده الكسكسي. لا 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 جامد جدا وبدون مبالغه احلى كسكسي اكلته في حياتي، وانصح اي حد يجي هنا يطلب كسكسي. كله حلو بس الكسكسي اجمل حاجه. هندوق دلوقتي الرز بلبن. قول لي ايه قالوا تمشي 3 دقايق جامد والله جامد. تحس كده ايه يعني الحليب كتير فيه، المكسرات احلى حاجه اللي هي ايه مقرمشه. لا جامد جامد الحقيقه، جامد. السكر بتاعه مظبوط، كل حاجه جامده فيه. على جامد. اخر حاجه بقى جيلاتي. مفيش الا فانيليا بس، هندوقها مفيش بسكوت. لا حلو حلو، تحس الحليب بتاعها كده حلو. لا حلو بس بالترتيب: كسكسي، رز بلبن، جيلاتي. كسكسي، رز بلبن، جيلاتي. طبعا انا هحط عليهم وطلبت احلى حاجه. الشيخ وفيق ده يا جماعه من قديم الازل، من زمان خالص، من قبل ما انا اتولد اصلا. والدي كان بياخدنا بالعربيه تمام هنا بره كده، الراجل بيجي ياخد الطلبات بتاعتنا تمام. كان من وانا انا فاكر من وانا عندي 8 سنين تقريبا. سكتوا الواد ده يا جماعه. انا طبعا اسكندراني وعلى طول باكل من هنا من وانا عندي 10 سنين. هنا 4 مميزات مش موجوده في اي مكان تاني. واحد هي ان الحاجه كويسه جدا وطعمها كويس والمكسرات طازه وبتقرمش. تاني حاجه الاسعار رخيصه، وكمان مفيش ولا يعني تالت حاجه مفيش ولا ضريبه ولا خدمه، انت بتدفع ثمن الحاجه اللي انت جايبها وبس. رابع حاجه الخدمه مميزه جدا والناس محترمه جدا. طيب يا احلى ناس، ده المنيو والاسعار، وانصحك لو هتجيب ام علي تجيبها بالمكسرات بتبقى احلى. وعنوان الشيخ وفيق في شارع راس التين في منطقه بحري. كده يا جماعه فلوج النهارده خلاص، يا رب يكون عجبكم. متنساش تعمل لي لايك، تتفرج على الفلوجات اللي فاتت، تعمل اشتراك عشان تتفرج على الفلوجات اللي جايه. سلام.